رباعيتين ورا بعض، انت لازم تكون منشكح زي حالاتي كده. بس في ظاهرة كده هنتكلم عليها في الآخر، هي ظاهرة إن جمهور الزمالك هيشجع بيراميدز أو يشجع بيراميدز أو يشجع لعيبته تخسر ماتش بيراميدز، أو نجومه السابقين بيشجعوا بيراميدز إنه يكسب الدوري وبيشجعوا فرقتهم إنها ما تكونش متواجدة بشكل فعال وتحافظ على تاريخها قدام بيراميدز في مباراتهم قصاد بيراميدز. كل ده هنتكلم عليه، بس خلينا نقول في الأول كده إن كولر امبارح بعت رسالتين فيهم الشفاء. مفيش لعيب هيلعب لمجرد إن الجمهور بيحبه، وده اهم واذكى تصريح لكولر من ساعه ما جه. الرساله هنا بتقول: انا ما عنديش حب وكره، انا اللي هيفيدني هحطه في التشكيله وهيبقى هيلاقي نفسه في الملعب مهما كان اسمه، واللي مش هيعمل ده هيكون بره التشكيله حتى لو هو مين. التصريح ده هو التصريح الاذكى لكولر، لانه بيقفل باب من الجدل والهري مفتوح على مصراعيه من سنين كتير، وده المدير الفني الوحيد اللي قدر انه يقفل الباب ده من وجهة نظري. الدليل العملي على اللي قاله كولر ده وانه حقيقي مش مجرد طق حنك ولا كلام مؤتمرات زي ما بيقولوا، هو الدقيقة 72 في مباراة الداخلية امبارح، وهو احمد عبد القادر الجناح اللاعب المهاري جدا، يكاد يكون اللاعب الامهر في تشكيلة النادي الاهلي، وهو بيعمل سبرنت وبيغطي في الباك ليفت ورا كريم فؤاد في هجمة مرتدة في الدقيقة 72، وبيلعب على الكورة لغاية آخر متر في الملعب، آخر متر دفاعي في الملعب، ولغاية لما النادي الأهلي بيحصل على ضربة مرمى بسبب إن أحمد عبد القادر كان بيغطي ورا كريم فؤاد. وده بيورينا إن هتلتزم هتعمل أدوارك الهجومية والدفاعية قبل الهجومية، بما إنك أنت اللي بتتصيد، فانت هتلاقي نفسك في الملعب وهتكمل ال 90 دقيقة حتى لو كانت الكرة ما عندك، زي احمد عبد القادر امبارح اللي عمل كرات، سجل هدف واتلغى، وهدف حقيقي تسلل، شاط كرة في العارضة، عمل كورتين كان ممكن يخلص بيهم اجوان. يعني احمد عبد القادر امبارح كان فعال هجوميا، ولكنه حظه كان عسر او الكرة كانت مدياله ظهرها. ولكن طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك فانت هتلاقي نفسك في الملعب.